ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وكويسين. زي ما انتوا شايفين بقى، انتوا اكيد شايفين بحر وشايفين الطياره، فانتوا اكيد فهمتوا ان انا وسيزين طلعنا برا القاهره. كان لازم بقى ايه استغل الفرصه ان احنا في مصر، ان انا اخلي سيزين يروح مكان بقى نصيف في مكان فيه بحر في مصر. فقررت ان انا اوديه شرم الشيخ. لقيت ان هي عشان دلوقتي كل الاتراك يعتبر ان هما بيسافروا شرم الشيخ ومنتشرين فيها جدا، فقلت ايه اوديه شرم الشيخ والمره علشان لو عايز بقى يعمل دايفنج يعمل سنوركلينج. فحسيت ان ده يعني افضل اختيار بالنسبه لي. كنت عايزه كمان اوديه الجونه بقى، الغردقه، مرسى مطروح. احنا عندنا اماكن كتير قوي في مصر تحفه بالنسبه للبلاجات والبحر وكده، بس نقيت شرم الشيخ المره دي. المرات الجايه ان شاء الله بقى ايه احاول اوديه اماكن مختلفه كمان. شفتوا المنظر اللي فات ده؟ تحفه يعني بجد، المنظر كان تحفه من الطياره. وعلى فكره معظم الفيديو ده سيسجين هو اللي مصوره مش انا اللي مصوراه، لان انا طبعا بلال كان كفايه عليا قوي ان انا يعني ابقى مسؤوله عن بلال. فسيسجين قال لي انا اللي هبقى بصور الفيديو ده، فمعظم التصوير ده بتاع سيسجين، يعني انا قلت له ان هو اللي يصور. المهم احنا اليوم ده يعني كان حظنا مش احسن حاجة، ان الطيارة اتأخرت علينا ساعة ونص. يعني المفروض ان احنا كنا نوصل بدري الساعة 2:30 مثلا المطار في شرم الشيخ، بس احنا وصلنا متأخر. حتى العربية اللي كان المفروض تيجي تاخدنا من المطار، احنا هنا خلاص كنا وصلنا المطار. فضلنا مستنيين العربية لان هما قالوا لنا الطيارة ما كانتش باينة اصلا على السيستم بتاع التراكنج. فكلمتهم والحمد لله كانوا بصراحة محترمين جدا جدا جدا، وجم في خلال 10 دقايق، ما استنناش كتير خالص، ووصلونا للأوتيل بتاعنا. الأوتيل بقى يا جماعة عايزة اقول لكم ان الخدمة 10/10. سيزجين كان منبهر من الخدمة. انا هنا بس سرعت لكم الفيديو شوية عشان ما تزهقوش من الطريق. هو سيزجين اللي قلت لكم كان بيصور، فهو بيصور بدماغه بقى، صور لكم الطريق كله. المهم انه الاوتيل بصراحة الخدمة بتاعته 10/10، تحفة. وخلصوا لنا التشيك ان بتاعنا بسرعة جدا. مفروض ان احنا كنا واخدين اوضه على يعني بتبص على الجنينه عادي، على ورا، على مكان ورا في الاوتيل. عملوا لنا ابجريد وخلونا نبقى بنبص على البيسين او البول يعني. وخلوا لنا كمان الاوضه تبقى جراوند، اللي هو تبقى على الدور اول دور خالص، الدور الارضي، علشان احنا معانا بيبي. فبصراحة كانوا يعني الخدمة كانت تحفة ومحترمين جدا 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 بزيادة. احنا يعني الاكسبيرينس بتاعتنا او التجربة بتاعتنا كانت بصراحة اتبسطنا منها جدا. وسيزين كمان اتبسط منها جدا، يعني قال لي لما نيجي نصيف تاني احنا هننزل مصر، خلاص انا مش هصيف في تركيا تاني، مش عايزة اروح بقى انطاليا وكده، احنا هنروح مصر. وقال لكل اصحابه يعني ان لو حد عايز يجي يصيف او يروح اجازة او كده، لا تعالوا شرم الشيخ. وقال لهم على اسم الاوتيل بتاعنا، انتوا اكيد شفتوه من شوية. هنا ده الريسبشن. لما دخلنا بقى سيزين صور من اول لما دخلنا، عملنا تشيك ان، وبعد كده اخدوا الشنط بتاعتنا. واحنا طبعا كنا متبهدلين، يعني احنا المفروض كنا بقول لكم نوصل من بدري، احنا وصلنا الساعة مش عارفة 4:30، كانت 5 حتى. فوصلنا كان اليوم خلاص كده، اليوم اتضرب مننا، اليوم راح. فطبعا انا كنت متبهدله عشان معايا بلال ورضاعه وعايز يغير ومقريف وعايز ينام. يلا اليوم عدى كده بقى. وكمان خلونا الاوضه بتاعتنا تبقى، يعني هو الراجل حتى اللي ودالنا الشنط وكده قال لنا ان المطعم قريب جدا، وكنا قدام على طول البسين يا دوب خطوه. والجنينه طبعا اوبشن حلو، ان احنا كنا لو بقى بلال عايز يلعب فيها او كده. بس بلال حصل له حاجه غريبه جدا، احنا كنا كل مره بنحطه على النجيله كان بيرفع رجليه ومش عايز يزحف ومش عايز يلمس النجيله اصلا، فكان موضوع غريب جدا. بس يعني كان لذيذ. هنا كانت الدنيا ليلت şöyle. İlk gecemizden, ilk günümüzden بنأكل بلال موز. Bilal'le بنحاول uğraşıyoruz. يعني بنحاول عشان بيسنن، فموضوع صعب شوية. خلاص. وهنا بقى كنا بنكتشف الاوتيل بعد ما قعدنا ناكل بلال موز، اللي هو في الاخر قعد يحفر فيه كده حاجه بسيطه، لحسه وبعد كده سابه اصلا. ما اكلش موز ولا اي حاجه.
قعدنا نتمشى شوية في الأوتيل واكتشفنا بقى الأماكن اللي فيه. في عندهم أماكن كتير بيحصل بقى بيعملوا فيها شوهات عروض بقى واكتيفيتيز وكده. يعني مثلا بالليل بيبقى فيه زي مسرح كده بيتعمل فيه عروض، بس احنا ما روحناهوش خالص، يعني عرفنا المكان ده آخر يوم يعتبر. في كمان مكان جوه كده سيدين هيبقى مصوره دلوقتي، هو ده. ده مثلا بيعملوا بقى فيه ميوزك وكده. معظم الاوتيل ده يا جماعه كان اجانب، يعني انا حسيت ان هو معظمه انجليز او روس، بس هو المعظم انجليز. يعني كان في مصريين وعرب بس مش كتير قوي. كان برضو بيعملوا اكتيفيتيز كده على البول، اللي هي العاديه بقى اللي بتبقى في اي اوتيل يعني. بس هما زي ما قلت لكم الاوتيل ده يعني في الاكتيفيتيز في الاوتيلات التانية ممكن يكونوا مصريين بيعملوا الاكتيفيتيز او روس او كده. هنا كان كله انجليز، والنزله بتاع الاوتيل كمان كانوا كله انجليز. ده البول بتاع الاطفال الصغيره. ده بلال نزلوا برضو، يعني حط صباعه كده وبعدين قعد يطرطش بايديه في البسين، فما كانش فاهم الميه قامت داخله في عينيه قام عيط. بس هو ده اللي حصل لنا. البحر طبعا الناس اللي قاعده في مصر او صيفت في مصر انتوا عارفين البحر الاحمر تحفه. الاوتيل بتاعنا كان فيه حته كده فيها صخور، بس هما كانوا فاتحين اماكن معينه، وفي مكان كان ما فيهوش صخور اصلا. بس البحر اوفر اول كان حلو قوي بصراحه. Bakayım full face nasıl? Bunun montajını yapacağız. وقررنا ان احنا لازم نعمل اكتيفيتي كمان في البحر. فسيزجين كان طبعا عايز يركب البنانا بوت، بس ما لقيناش ناس نركب معاها، كان لازم ناس تبقى معانا. فقررنا ان احنا نركب الجلاس بوت عشان انا كمان اعرف اركبها، مش عارفه اركب اي حاجه تانية. فالجلاس بوت كانت بالنسبه لي يعني اختيار موفق عشان هبقى مع بلال، واتبسطنا منها جدا. كانت بجد لذيذه قوي، يعني كانت حلوه قوي. منها ان احنا اتفسحنا وركبنا السبيد بوت في الاول، اللي هي زي اللانش كده بتودينا للمركب نفسها اللي هي الجلاس بوت، او بالعربي المركب الزجاجيه اللي هي بيبقى قعرها الارض بتاعتها ازاز. هنا انا كنت عماله اضحك عشان كان في بيبي قاعد من ناس تانية، يعني كانوا مصريين، كانوا من اوتيل تاني. وقع الشبشب بتاعه والكروكس بتاعه، فالراجل كان بيجيبوله بالبتاعة دي، بالبتاع اللي انت شفتوها دي. فانا قعدت اضحك على الموقف يعني. بس فجلاس بوت بصراحة كانت اختيار حلو. سيزجين بقى علشان طبعا يستمتع بالسمك ويشوف بقى، يتفرج على السمك الملون وكده. انا كنت عايزاه يعمل سنوركلينج او دايفنج، بس احنا ما لحقناش نعمل دايفنج. احنا قعدنا 3 ايام بس، واول يوم زي ما قلت لكم كان اتضرب مننا، فكان فاضل يومين الدايفنج ما نفعش. واخر يوم قالوا له لازم لما تعمل دايفنج تاني يوم ما تكونش مسافر، او لازم يعدي عدد ساعات معينه قبل ما تركب طياره، عشان حاجه ليها دعوه بالتنفس، الضغط، حاجه زي كده. انا ما فهمتش قوي، بس انتوا ممكن منكم يكون فاهم يعني. المهم ان هو ما عرفش يعمل دايفنج، بس عمل سنوركلينج، ان هو لبس النضاره اللي هي الفول فيس اللي هو جابها، وقعد يتفرج على السمك وكان مبهور، يعني اتبسط بيه جدا. قعد يقول لي، قعد بقى طلع وقعد يقول لي شفت مش عارف ايه، وشفت دي لونها ايه وبتاع. وهو ما راحش لوحده، انا كنت يعني اتعرفت على واحدة كانت في الأوتيل، يعني أجنبية إنجليزية، هي وجوزها وبنوتتها، بنوتة صغننة بس أكبر من بلال شوية، كانت عمالة تلعب مع بلال. فبتاع ده، فهي نزلت يعني مع سيسجين وشجعته كده، ونزلوا مع بعض ومع جوزها وكده، وانا قعدت بالعيال بس. في برضو اكتيفيتيز على البلاج، ان هما في زي فولي بول وحاجات كده. الاوتيل بصراحه كان مليان حاجات وكان لذيذ، اتبسطنا احنا. وسيسجين حب ان هو يصور لكم التحديات اللي هي بتاعه البول دي، علشان عجبته جدا. فاتفرجوا عليه يا جماعه، علشان ده اختيار سيسجين في التصوير، فاتفرجوا عليه. هو شايف ان انتوا هتتبسطوا اما تشوفوا التحديات دي. هي كانت لذيذه بصراحه، وقعدوا يعملوا اشكال
يعني قعدوا يتحدوا نفسهم ان هم يعملوا حاجات صعبة. هو موضوع صعب فعلا، انا لو كنت حطيت صباعي بس كنت زماني وقعت في البول. فهم شاطرين الصراحة، فاتفرجوا عليهم لذاذ اوي. Alright. Keep it going, keep it going. Almost there. Oh, this take the journey. Can you do a press up? We'll give you more points. Oh, she's done it! She's done it! Well done. Kiva says that's a 4, which would put you in the lead. What can the Blue Donuts do? Oh, Look at this. We've got 2 bridges there. Wow. Look at that. Keep going with the press-ups. You're doing so well. Look at this. She's still going. And the balance over here is incredible. All right, you both made it across. Well done, Kiva. Please score them as you see fit. Well done. Well, Ingrida won't need to go to the gym later on. She's sorted that. But look at this. Oh, there was a wobble. Loch Ness Monsters, you're almost there. You've made it across. Kiva says 3 points, well done. Can the Blue Donuts hold out? كان في اكوا بارك كده، حاجه بسيطه صغيره اللي هي اللي ورا اللي انتوا شايفينها، يعني مش حاجه كبيره ضخمه قوي، بس كانت يعني حلوه لذيذه. دي المنطقه بتاعه الالعاب بتاعه الاطفال، زي اكوا بارك صغيره كده لذيذه قوي برضه، يعني عجبتني. بلال ان شاء الله لما يبقى كده عنده مثلا 3-4 سنين، او هي مناسبه بصراحه للاطفال اللي اكتر من 3 سنين، تبقى لذيذه قوي. بس طبعا يعني يبقى معاهم اهاليهم، علشان برضو في حتت تحسوا ان المياه عالية شوية، يعني حسيت انها اطفال اللي يحبوها قوي. Bak onu bizim Bilal'imiz için verdiler. Bilal bilmedi ki o var. Bilmedi ki. Niye bilmiyorsun? Sezgin. Filmiş. Ha? Fil. Ha. Bak şimdi bakalım Bilal ne yapacak? Bilal'i bırakalım. Ha. Tut Bilal al. Ama YouTube'a koyamayız değil mi onu? Yürü sen yürü. Welcome to Soho arkadaşlar. Şu an Soho meydandayız. Kaldığımız otele 10 dakika uzaklıkta. Arabayı çarptık bu arada. Sol tarafta Avakaras, New Abu Simbel, Plant Oils gibi mağazalar var iken sağ tarafta aşırı bir ışıklandırma var. Buranın anladığımız kadarıyla kültürü bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Böyle başlıyorum. Ne yapayım? Tamam sen git. Sonra şöyle ışık koridorundan geçeceğiz. Şurada Russian vatandaşlarımız var. Geç öne. Ha. Hadi boş ver. Hadi geç. هنا بقى كنا خلاص مروحين من ميدان سوهو، اتبسطنا فيه جدا بصراحة، كان لذيذ وتغيير. بس يعني بصراحة أنا معرفتش أودي سيزجين أماكن تانية، لأن احنا زي ما قلت لكم قعدنا 3 أيام، فكنا عايزين نستمتع في الفندق أكتر. بس رحنا ميدان سوهو كان زحمة شوية، اتبسطنا فيه كتغيير.
بس هو كان زحمة شوية، وطبعا الحاجات فيه غالية جدا جدا جدا، فما اشتريناش اي حاجة من هناك غير تي شيرت لبلال مكتوب عليها شرم الشيخ وبس. كان تغيير، كان حاجة جميلة يعني. قبل ما نمشي بقى قلت اصور لكم ايه البحر لمرة اخيرة كده، احط لكم فيديو للبحر لمرة اخيرة قبل ما نمشي من قريب. بس وخلاص، وعملنا تشيك اوت وروحنا. Ne yapıyorsun Sezgin? O da değil. Dorse giriyor. Kangalar çıkıyor, sonra sol yapıyor, arkadan dorse vuruyor.